بما انه اليوم الجمعه وراكم قاعدين في الدار، حبيت نسي معكم هذا الترند اللي داير حاله وين نروح نشوفوا تاع الياغورت غريك بالبسكوي ونعطيكم رايي فيه في الاخر تاع البسكوي. هنا حكمت ديغام، كانت تحبوا اي ديغام كيكون متوفرين عندكم كبر ولا صغار. هنايا بالنسبه لهذا النوع من تحت درت لهم الفوغاج تاع الفخاز وزدت عليهم الياغورت غريك. انا خيرت الناتور اللي يجي بدون سكر، اللي يحب يجي حلو يدير اللي يجيب. هنايا بالنسبه للبسكوي لازم يكون عندكم بسكوي سبيكيولوز، وانا استخدمت هذا تاع بيفا كيما راكم تشوفوا هنا. تقدروا تدخلوه داخل الياغورت كيما حبيتوا، تحبوا تحطوه مرصوات صغار بهذه الطريقه كيما درت، ولا ديروا حبات كومبلي كيما درت في الحبه اللي. وبالنسبه لهاد لي غام كاين اللي درت لهم من تحت شوكولا تارتيني ودرت عليهم الياغورت غريك كيما قلت لكم. وبالنسبه للبسكوي هاد الخطره كنت غمستو في القهوه باش درتو في الياغورت. شوفوا بهذه الطريقه. بعد ما كملت كامل لي غام كان تاعي نجي نغلفهم بابي فيلم هكذا ونحطهم في الفريجيدار وموا واحد 6 سوايع، ولا تخلوهم يباتوا ليله كامله في الفريجيدار باش تجوا تقدموهم. اللي يحبوا شويه قرمشه من الفوق، انا كان عندي هذا البسكوي تاع بيفا سبيكيولوز اللي يجي مفتت، كنت درتو من الفوق، تقدروا تستخدموه مام في لي ديسير تاعكم. وكاين اللي درت لهم غير الكاكاو من الفوق. بالنسبه لهذا اللي غمستو في القهوه، البسكوي تاعو جا بزاف بنين، مام الاخر بنين بصح نفضل تاع القهوه. وبصحتكم.